هذا الحجر ليش يبوقه. يشوفون عنده بيضة تفقس ويطلع منها تنين ابن انفاس، بس داركو يكون مراقبهم اللي يفتن عليهم ويقول لهاي العجيز، والعجيز تقول لهم احنا ايش صخمنا، ايش قلنا، مو قلنا ممنوع اي واحد يطلع بالليل للغابة، وتخصم منهم 50 نقطة وتقول لهم راح احبسكم وهذا داركو وياكم حتى يتوب بعد ما يسوي هو يعوف فراشه ويطلع. الحارس ياخذهم الهاجرد اللي ياخذهم بالليل بداخل الغابة، يقسمهم الفريقين وهاري يروح ويا داركو، بس فجأة الجرح يبدي يأذيه والرجل يظل يطلع له ويقمزه، واللي هو نفسه فولدمورت اللي على اساس مات، وفولدمورت يبدي يتقرب له بس يطلع له ما ادري شنو، لا هو حصان ولا هو بشر، يفزع له ويطفره، يقول له امشي منا حبي هاي المخلوقات كلها تعرفك. وهاري يسأل على هذا الرجل الظل، والحصان يقول له هذول مشلوبين والله لا يثردك وياهم، هذا اكل وحيد القرن وشرب من دمه، سوى هيك مثل عصير شربه بالقصبه، يربالك اكو هواي بلاوي بداخل المدرسه. بس بهاللحظه يوصلون جماعته والحصان يودعه ويمشي، وهاري يفتهم السر ويحشي لجماعته ويقول لهم الاستاذ سناب يريد حجر الفلاسفه على مود رجل الظل حتى يبقى عايش ويصير قوي، لانه هو ضعيف وما يقوى الا بدم الحيوانات. ورون يقول له اذا رجع اول واحد انت راح يعلسك، وترانجر تقول له هو يخاف من دمبلدور، وما دام دمبلدور عايش فانت بامان، وهاري يطمن من كلامها. يروحون